بيبدأ فيلمنا وسط بحيرة مهجورة من آلاف السنين، وبنشوف مركب موجودة عليها ناس رايحين يصطادوا، والمصيبة إنهم ما يعرفوش إن البحيرة دي ملعونة وموجود فيها أخطر أناكوندا في العالم. والأمور بتتصعب أكتر عليهم بعد ما كابتن المركب اللي كانوا جايين فيها بيطمع حبتين وبيطلب إنه ياخد فلوس زيادة علشان يفضل مستنيهم لغاية ما يصطادوا. ساعتها قائد المجموعة جيف بيديله كل الفلوس اللي هو عايزها وبيرميها على الأرض، وأول ما بياخدها للأسف بيغدر بيه وبيطعنه بالسكينة في رقبته وبيخلص عليه، وبعدها بيقطع رقبته وبيرميها في البحيرة. وحرفيا دي أسوأ حاجة عملها، وهنعرف ليه بعد شوية. المهم إن أصحاب جيف كانوا متضايقين من اللي حصل، لكن كل واحد منهم همه مصلحته وبس، عشان كده بيقرروا يكملوا المهمة اللي جايين علشانها. وفي قلب الغابة بيلاقوا مجموعة من التعابين قدامهم، وبيبقوا فرحانين باللي هم شايفينه لأنهم جايين يصطادوا أصلا، ومحدش منهم سأل نفسه إيه سبب وجود التعابين بالكمية دي هنا وليه مش موجودة في المية. في حاجة غريبة بتحصل، لكن محدش فاهم حاجة يا جماعة. بعدها بيوزعوا نفسهم، جيف بيمسك سلاحه علشان لو ظهر له حيوان مفترس في الغابة يحمي نفسه، أما الاتنين التانيين فبعد ما حطوا التعابين واصطادوها وجمعوها في الشنط بتاعتهم كانوا راجعين للمركب ولاحظوا حاجة غريبة قوي، وهي إن راس الكابتن ظهر على وش المية، وده معناه إن في حد طلعها من القاع لأن مفروض تقيلة وزمانها غرقت. وواحد من الفريق بيلاحظ إن في حركة غريبة بتحصل في المية وحاجة جاية من بعيد بتهجم عليه، فبيحاول إنه يهرب من المكان بأقصى سرعة علشان يطلب المساعدة، لكن للأسف بيكون فات الأوان وبتظهر له الأناكوندا المخيفة وبتهجم عليه وبتلتف حوالين جسمه، وحرفيا ما كانش قادر ياخد نفسه ولا عارف ينادي على الباقيين يساعدوه. وصاحبه التاني بقى كان لسه ماشي في الغابة وبيجمع في التعابين الصغيرة اللي جايين يصطادوها، وبيلاحظ حركة غريبة حواليه فبيتخض وبيقف متسمر في مكانه، وبيشوف جسم الأناكوندا ضخمة موجود في كل حتة، كان باين عليها إنها مرعبة وموجودة في الغابة من زمان، وواضح كده إنها مش هتموت بسهولة. فالراجل بيحاول يكسب وقت علشان يشوف هيتصرف إزاي، لكنه بيترعب أكتر لما بيلاقي جثة صاحبه قدامه بعد ما الأناكوندا طلعته من بطنها مرة تانية. ولسوء الحظ إن الراجل ما قدرش يهرب، والأناكوندا اتلفت حوالين جسمه هو كمان، وحرفيا من ضخامة جسمها الموضوع قلب رعب لأن الراجل كان هيموت بالبطيء ومش عارف يعمل أي حاجة. بس اللي بيبقى متابع الموضوع من بدري هو قائد المجموعة جيف، وبيبقى مش فارق معاه زمايله ومصلحته الوحيدة إنه يصطاد الأناكوندا الضخمة علشان يكسب من وراها فلوس كتير. لكن السلاح اللي كان معاه بيعمل صوت عالي قوي، والحيوانات اللي كانت في الغابة أول ما بتسمع الصوت بيحصل لهم حالة هيجان، والصوت بيزيد أكتر وأكتر. علشان كده الأناكوندا بتهرب من المكان مرة واحدة وبترجع لقلب المية زي ما كانت. وفي عالم تاني بقى بره الغابة اللي فيها بنشوف شخص اسمه بليانج، كان همه الفلوس ومستعد يعمل عشانها أي حاجة حتى لو هيعرض حياته للخطر. عشان كده بيقرر إنه يأجر مجموعة من الفنانين في السيرك اللي كان بيشتغل فيه، وبيبقى عايز الفنانين دول يسافروا معاه لتايلاند علشان يقدموا العروض المسرحية بتاعتهم هناك ويكسب من وراهم فلوس كتير. ولأن الفنانين هم كمان ظروفهم صعبة ومحتاجين فلوس فبيضطروا إنهم يوافقوا. ولسوء الحظ إنهم هيروحوا تايلاند عن طريق المركب وهيمشوا من نفس البحيرة اللي راح منها جيف وأصحابه، ويا عالم بقى إيه اللي هيقابلهم في الطريق المرة دي. لكن خلينا نشوف يا صديقي. المهم إن الرحلة بتاعتهم ما بتكملش على خير خالص، وبيلاقوا قدامهم مجموعة من الحاويات وبيبقى الطريق تقريبا كده مقفول ومش هيعرفوا يعدوا من هنا. ساعتها سواق المركب بيقترح عليهم يغيروا الطريق علشان ما يعرضوش حياتهم للخطر، لكن بليانج بيبقى مش عايز أي تأخير لأنه قابض فلوس العرض الفني اللي هيتعمل هناك مقدم ولازم يروح في الميعاد ولا يخسر كل حاجة. عشان كده بيحاول بليانج يوصل مع سواق المركب لحل مناسب، وبيتفقوا إنهم خلاص هيفجروا الحاويات اللي قدامهم بديناميت علشان يعرفوا يكملوا الطريق. فعلا بيفجروا المكان باللي فيه، لكن مرة واحدة المركب بتاعتهم بيقع عليها تعابين سامة من كل حتة، وفجأة كل واحد منهم بقى بيحاول يهرب ويقول يلا نفسي، لأن التعابين حرفيا كانت محاصراهم من كل مكان وما كانوش عارفين يتعاملوا معاها. وفين وفين على ما شغلوا دماغهم ولقوا إن أفضل طريقة يتخلصوا بيها من الكابوس ده هي إنهم يشغلوا خرطوم مية بحيث إن الضغط العالي بتاعه يوقع التعابين من المركب بتاعتهم. وفعلا الخطة بتنجح، لكن الحلو ما بيكملش يا صديقي، لأن بليانج لما كان مستخبي في الحمام ضغط المية للأسف بيأثر عليه وبيوقعه في المية، وغصب عنه ما بيكونش قادر يتحكم في نفسه، وشاف الموت بعينيه لأنه لقى كوبرا ضخمة قدامه بتقرب منه وعايزة تلدغه، بس على آخر لحظة بيظهر من تحت المية واحد وبيخلص عليها. الواحد ده يبقى جيف اللي بيبقى جاي يكذب على الناس وبيمثل إنه عايز يساعدهم عشان يطلع منهم بأي مصلحة. بيعرفهم إنه مستكشف كبير
وإنه كان في رحلة وظهر هنا بالصدفة عشان محدش يشك فيه منهم يعني. وقبل ما يكمل كلامه واحد من الناس فضل يصرخ من الألم، فجيف بيحاول يساعده وقدر إنه يجرح صباعه، وعن طريق الدم اللي نزل قدر يستفز تعبان صغير ويطلعه من ودن الراجل ده. المفاجأة الغريبة بالنسبة لنا إن التعبان بعد ما طلع عض جيف لكنه ما تأثرش خالص، وكأن باين عليه إن جسمه ضد السموم، وكأن في حاجة مش طبيعية إحنا مش فاهمينها. وبالليل بقى لاند بتتكلم مع بليانج وبتكون مش مطمنة لجيف خالص، خصوصا بعد اللي حصل بالنهار، وبتسأل هو ازاي ما ماتش بعد ما التعبان قرصه، وبتطلب من بليانج يخلي باله من الفريق ويحميهم لغاية ما يقدموا العرض المسرحي. أما جيف بقى فكان بيحاول يقترح على سواق المركب إنه يمشي من طريق معين علشان خاطر يوصلوا بسرعة وما يتأخروش على العروض بتاعتهم، لكن سواق المركب وشه بيقلب ألوان مرة واحدة لما بيعرف الطريق وبيطلع السلاح بتاعه، وبيبقى خايف وشاكك في جيف لأن الطريق اللي كان عايزه يمشي منه ده طريق ملعون موجود فيه أكبر أناكوندا في العالم، ومستحيل ترحم أي حد يفكر يقف في طريقها. جيف بيعتذر له وبيقول له إنه ما كانش قاصد أي حاجة وإنه فقط كان عايز يساعد ويسيبه وبيمشي، لكن الخبيث كان مخطط كويس قوي وقادر يعمل خدعة ذكية وخلى السواق وهو بيصطاد يتغر بالحاجة الكبيرة اللي تحت المية لما لقى إن السنارة بتاعته بتتهز جامد، ولكن للأسف ما كانش في أي حاجة، فلما حاول يشدها وقع في المية وغرق مكانه. وتاني يوم لاند بتبقى شاكة في اللي بيحصل وبتحاول تسأل جيف عن مكان السواق اللي اختفى فجأة مرة واحدة كده، وهو بيداري على الموضوع وبيتهرب منها. فجأة مرة واحدة بيحسوا بحاجة ضخمة بتتحرك في المية، وبيحاول جيف بالسنارة بتاعته إنه يصطاد الأناكوندا الضخمة، لكن للأسف قوتها كانت كبيرة قوي وسحبته معاها في المية، وفضل يقاوم لغاية آخر لحظة وما استسلمش. وأول ما لقي مركب صغير حواليه كان عايز يربط السنارة في المركب ويمسك الأناكوندا، لكن كانت عنيدة جدا وقعد جيف والمركب اللي كان معاه، والمجموعة كلها بيبقوا فاكرين إن كده خلاص جيف مات، لكن بيتفاجئوا إنه ظهر مرة تانية وقدر يهرب. لكن الأناكوندا بقى المرة دي رجعت من جديد وطلعت جثة السواق من بقها، عشان كده بدأوا إنهم يهربوا وكل واحد كان بيدور على حاجة يستخبى فيها، والوضع كان صعب قوي عليهم. لكن جيف كان رأيه مختلف ومش عايز غير مصلحته وبس، ومصمم إنه يصطادها، وبيحاول الجميع إنهم يستخبوا وما يعملوش أي صوت علشان الأناكوندا ما تشوفهمش. لكن بعد وقت مش كبير للأسف الأناكوندا بتقدر تحدد أماكنهم وبتروح للعيل الصغير اللي كان معاهم وبتكون عايزة تبلعه، وعلى آخر لحظة لاند بتيجي وبتنقذه، ولأنهم عايزين يكسبوا وقت أكتر عشان كده بيلبسوا الأناكوندا في وشها بإناء من اللي كانوا بياكلوا فيه. وفضلت الأناكوندا تحاول تتخلص من الإناء ده، بس الوضع كان صعب عليها وكانت بتتألم من كتر الوجع، وبدأت الانتفاخات تظهر حوالين جسمها، وفين على ما نجحت وخلصت نفسها ورجعت زي ما كانت. والأمل بيرجع لجيف مرة تانية بعد ما قدر يربط الأناكوندا بالحبل، وكان فاكر ومعتقد إنه خلاص هيقتلها، لكن حصلت حاجة محدش كان متوقعها ولا عامل حسابها، ومخزن الوقود بتاع المركب بسبب الصدام اللي حصل فيه بينفجر وبتطلع كمية نار رهيبة في كل حتة، والوضع خرج عن السيطرة خالص، وكل الناس اللي كانوا على المركب نطوا في المية عشان ما يحصل لهمش حاجة. طبعا بليانج ما بيقدرش النعمة اللي حصلت، هو بيفضل يصرخ وبيكون باين عليه إنه غضبان، والطفل الصغير بيقطعه وبيفضل يعيط إنه حياته كانت ممكن تضيع في لحظة واحدة، وبيقول إن كل واحد منهم همه مصلحته بس. وساعتها لاند بتتأكد شكوكها في جيف وبتتهمه إنه هو السبب في كل اللي بيحصل، وإنه ظهر لهم فجأة مش علشان إنه مستكشف ولا أي حاجة من الكلام ده، هو ظهر قدامهم علشان بمساعدتهم يصطاد الأناكوندا ويبيعها ويكسب من وراها فلوس كتير. لكن جيف بيصرخ في وشها وبيحاول يدافع عن نفسه وبيقول إيه الفايدة طالما الأناكوندا ماتت، وبيلوم الحظ لأنه لو كان قدر يصطادها سليمة كان زمانه باعها بملايين الدولارات. طبعا سيرة الفلوس بتهيج النفوس يا صديقي، لأننا بعدها بنشوف بليانج قرب فجأة من جيف وبيحاول يفهم منه أكتر هو بيبيع الأناكوندا لمين ومين أصلا ممكن يشتريها بالثمن الغالي ده، وبيحاول يفهم منه لو في فرصة تانية إنهم يكملوا رحلة صيد لعل وعسى إنهم يطلعوا بحاجة ويصطادوها. وبيقدم جيف عرض مغري بالنسبة لهم وهو إنه يساعد صديقتهم المتصابة ويجيب لها الدواء اللي هيشفيها، لأنها تعرضت لعضة من حشرة سامة من الغابة ولازم تتعالج في أسرع وقت وإلا هيموتوا. وبعدها بيبدأوا يتحركوا من كتر التعب اللي هم فيه، بيبقوا عطشانين ومش قادرين ياخدوا نفسهم، لكن جيف بيحذرهم إنهم يشربوا من المية لأن فيها حشرات سامة هتنتشر في جسمهم وهيموتوا لو قربوا منها. وبالليل بقى بيكونوا عايزين يرتاحوا شوية من تعب اليوم، فبيلاقوا كهف مناسب وبيولعوا النار علشان يباتوا. خليني أقول لك يا صديقي إن الليلة دي كانت كابوس بالنسبة لجيف، لأنه بيفتكر الماضي وآخر حاجة حصلت معاه لما كان بين الحياة والموت وعلى بعد ثواني من أناكوندا تبلعه، لكن ابن اللعيبة قدر يوقع نفسه في صندوق
والصندوق ده اتزحلق ونزل في مية البحيرة على آخر لحظة. وساعة الانفجار اللي حصل من بليانج واللي معاه لما كانوا عايزين يدمروا الحاويات اللي قدامهم ويكملوا في الطريق، صندوق جيف كان موجود في المية واتفجر وظهر مرة واحدة، وطلع جيف سليم منه. وبعدها بقى فضل يمثل بقية الحكاية وقدر يخدعهم وقال لهم إنه مستكشف، وكل الكلام الجميل ده طلع كذب. وبيفضل جيف ماسك الخريطة اللي معاه واللي بيبقى مكتوب فيها كل الطرق اللي احتمال كبير يلاقوا فيها الأناكوندا مرة تانية. يا صديقي، نسيت أقولك إن الأناكوندا اختفت بعد الانفجار، لكن محدش قال إنها ماتت. وحرفيا جيف بيبقى هيموت ويصطادها ويكسب من وراها ذهب عن طريق انه يبيعها ويقرب منه بليانج، وبيبقوا الاتنين كلاب فلوس وهمهم الاول انهم يصطادوا الاناكوندا حتى لو هيضحوا بالباقيين، المهم المصلحة تمشي. وعلى آخر الليل المنظر بيكون مرعب قوي يا جماعة، لأننا بنشوف مجموعة من تعابين ضخمة حواليهم في كل حتة. بليانج بيبقى مش عارف هيتصرفوا ازاي لغاية ما بيفوق من الكابوس المخيف بتاعه، وبيطلع كان بيتخيل لأن زي ما قلنا الوضع صعب جدا عليهم وما تحطوش في الظروف دي قبل كده، لكن المستنيهم أصعب بكتير يا عزيزي، لأن واحد من الفريق بيلاحظ إن أخوه نازل لوحده في المية وبيغرق نفسه في حالة مش طبيعية، فبنعرف إن أكيد شرب من مياه البحيرة والحشرات اتمكنت من جسمه، وللأسف ما بيقدرش يعمل له حاجة وبيموت غرقان. وعلشان ما فيش وقت الفريق بيضطر إنه يكمل، لأن حالة البنت المتصابة صعبة جدا بسبب الفيروس والحشرة اللي عضتها، كلها لحظات وهتتمكن من جسمها وهتموت غرقانة زي الراجل اللي لسه ميت من شوية. وفجأة بيلاقوا قدامهم طريق مسدود، وده معناه إنهم مش هيكملوا مشي في الغابة ولازم ينزلوا مية البحيرة ويعدوا منها. وطبعا ده الشيء اللي ما كانوش عاملين حسابه، وحالة الرعب اتمكنت منهم، لكنهم مضطرين يكملوا عشان ما فيش حل تاني قدامهم. وفجأة واحد منهم وقف مرة واحدة بعد ما حس بحركة غريبة تحت رجله، وبتظهر أناكوندا ضخمة وبتلف جسمها حوالين جسمه، وحرفيا ما كانش قادر ياخد نفسه. وفضل زمايله يبصوا له من بعيد وهم محروقين قلبهم عليه، لكن اللي هيقرب هيموت. والغريب إن الأناكوندا بعد ما بلعت الراجل اختفت فجأة من المكان واتبخرت وكأن مفيش أي حاجة حصلت. لكن المهم دلوقتي إن أخيرا المجموعة وصلوا بسلام لمركب جيف، وكده الدور عليه إنه ينفذ وعده ليهم ويعالج البنت المتصابة وبيجيب لها الدواء زي ما قال قبل كده. وفعلا جيف بينفذ وبيديلهم الدواء، لكن بيطلب منهم مساعدة ويكملوا معاه علشان يصطادوا الأناكوندا والفلوس تتقسم عليهم كلهم. طبعا الولد الصغير بيبقى رافض وعايز يروح سليم، وبيطلب منهم ما يمشوش ورا المجنون ده لأن العمر ما فيهوش هزار، وأي غلطة مع الأناكوندا هيموتوا كلهم. وهنا جيف بيطلع المسدس بتاعه وبيغدر بيهم وبيعرفهم إنهم لازم يكملوا غصب عنهم مش بمزاجهم، وإن أي حد يخالف الأوامر هيقتله. أما بليانجل المفروض هو القائد بتاعهم ويخاف عليهم وكده، يعني بالعكس خالص يا صديقي، طلع متعاون مع جيف وماسك سكينة وكمان وبيهددهم إنهم لازم يسمعوا الكلام. طبعا لاند بتبقى خايفة لكنها برضه مش عايزة تضحي بحياتها وبترفض الأوامر وبتقول إن مش هينفع تكمل على طول. جيف الغدار بيربط اتنين منهم وبيبقى عايز يستخدمهم كطعم الأناكوندا علشان يقدر يصطادها بكل سهولة، هو مش فارق معاه البشر، مصلحته بس يا صديقي. طبعا الولد الصغير بيبقى هاين عليه يعيط بعد ما ربطوه وشايف نفسه هيروح ضحية، فبيحاول يتكلم مع القائد بتاعه القديم بليانج وبيطلب منه يرجع عن اللي في دماغه، لكن بليانج بيصدمهم كلهم وبيعرفهم إن أصلا ما كانوش جايين علشان يقدموا عرض فني في تايلاند، وإن الهدف من وصولهم هنا إنه كان مخطط يبيع أعضائهم لمنظمة كبيرة أوي في تايلاند، وكده كده كان هيستفاد منهم. في الوقت ده جيف هو كمان كان رابط البنتين التانيين علشان ما يحاولوش يهربوا، والشيطان لعب في دماغه وفكر إنه يعتدي على واحدة منهم، لكنها فضلت تقاوم لآخر لحظة وقدرت بذكاء شديد تسحب المسدس بتاعه. ولما حاولت تضرب عليه للأسف ما بيكونش فيه طلقات وبيطلع فاضي، فبيوعدها إنه هيخليها تندم عن الحركة دي اللي عملتها دلوقتي. لكن قبل ما يعمل فيها أي حاجة بتيجي لاند من وراه وبتطعنه بسكينة في بطنه، وبيحاول البنتين يوقعوه ويتخلصوا منه، وبتطلع طلقة من المسدس وبتصيب واحدة من البنات. لكن خلينا دلوقتي في المصيبة الكبيرة اللي داخلة عليهم، لأن الأناكوندا ظهرت من جديد وقربت من الاتنين اللي كانوا مربوطين وكانت عايزة تاكلهم. طبعا في اللحظة دي بليانج كان واقف بيتفرج عليهم وماسك حبل ومستني الفرصة علشان يصطاد الأناكوندا، وكان معتقد إن الخطة بتاعتهم هتنجح، لكن ما يعرفش إن في أناكوندا تانية ظهرت من وراه ومش هتسيبه في حاله. بتبقى الأناكوندا التانية مخيفة جدا وبتقرب عليه وبتفتح بقها ومش ناوية على خير خالص لأنها بتاخده معاها علشان تخلص عليه. الناحية التانية بقى جيف بيفضل يتخانق مع لاند، لكن فضلت تقاوم لآخر لحظة وقدرت تخبطه على دماغه وتخليه يفقد الوعي.
وأول حاجة بتعملها بتروح جري علشان تنقذ صحابها التانيين اللي مربوطين، لأنها لو اتأخرت شوية كمان الأناكوندا هتاكلهم. بس الحقيقة غير كده خالص، والأناكوندا اختارت الطعم السهل الموجود قدامها اللي هو جيف، لأنه كان واقع على الأرض ومش هيقاوم معاها. والأمور بتتصعب أكتر لأن البنت المصابة بدأت أعراض التعب تظهر عليها، وكمان اتصابت بطلقة لما كانت بتتخانق مع جيف، فمش قادرة تستحمل أكتر من كده. وما بيعرفوش يعملوا لها أي حاجة علشان مفيش وقت. بيحاول العايش من المجموعة إنهم يصلحوا المركب علشان يمشوا من الجزيرة الملعونة دي قبل ما يموتوا. وفجأة مرة واحدة بينضرب على شخص منهم طلقة، وبيكتشف إنها طلقة مخدرة. وبنكتشف الصدمة التانية وهي إن جيف لسه عايش وقدر يهرب من الأناكوندا وجاي علشان ينتقم منهم على اللي حصل فيه. وبيربط المجموعة بحبل، وكالعادة بيبقى عايزهم يكونوا طعم يستفز بيه الأناكوندا علشان يعرف يصطادها، وكان متأكد إنها هتيجي علشان تاكلهم. بعد وقت مش كبير بيظهر مجموعة من التعابين حوالين لاند وباقي زمايله، بس الغريب إن التعابين دي بتكون مسالمة وما بتعملش أي حاجة مؤذية، وبيمشوا من المكان بسرعة علشان يجي بعدهم الأناكوندا العملاقة اللي جيف عايز يصطادها. ولما بتقرب من المجموعة بيبقى جيف عامل حسابه كويس قوي، وبيشد الحبل وبيوقع عليها الشبكة، وبتفضل الأناكوندا تقاوم لآخر ثانية علشان تهرب. وفعلا قدرت تطلع من الفخ اللي كان عامله جيف، وعلى طول بأقصى سرعة عندها كانت عايزة تروح للبحيرة. لكن جيف الموضوع بالنسبة له كان حياة أو موت، وفضل يحاول يمسك فيها، وكان شايف إنه لو قدر يصطادها فحياته هتتغير 180 درجة من الفلوس اللي هيكسبها. والوضع كان صعب عليه لكنه فضل مكمل. وطبعا لاندو وزمايلها بيبقوا في موقف صعب ومش مستحملين المنظر اللي بيحصل، وبيحاولوا إنهم يفكوا نفسهم علشان يهربوا من الأناكوندا اللي ممكن تأذيهم وتموتهم في أي وقت. لكن لحسن الحظ إن الأناكوندا كانت اكتفت بجيف، لأنه هو الوحيد اللي كان عايز يأذيها بشكل مباشر، والتفت حوالين جسمه وحرفيا كسرت عظمه على الآخر. مش كده وبس، ده أثناء ما كانوا بيجروا منها في الغابة لحسن حظهم إن الأناكوندا راسها بتتخبط في سلك شائك من الموجودين في الغابة وبتتقطع رقبتها. فبيبدأ الفريق يشم نفسه شوية وبيبقوا مفكرينها ماتت ودلوقتي يقدروا يرتاحوا ويعيشوا بسلام. بس الحقيقة إن الأناكوندا لسه عايشة وطلع عندها خلايا متجددة، وهترجع مرة تانية وهتقلبها جحيم على الكل. وبس كده بينتهي فيلمنا.